ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتونا. قلت بقى اما اعمل لكم فيديو جديد كده. وحشتوني. اللي دخل على القناه يعمل لايك ويعمل اشتراك في القناه عشان اي حاجه انزلها توصل. كان عندي دكارين بط بقى كده، كان اختي كانت مربيه وكده، بس هو ما كانش كبير قوي، بس حلو تسلم ايدها. مسكته بقى خليته زي الفل كده، وكنت بوريكم واحد اللي هو المغسول، واحد لا، مسكتهم بقى كده خليتهم زي القشطه. اللهم صل على النبي. اللي محطش لايك يحط ويعمل اشتراك في القناه. مسكتهم خليتهم زي الفل، ونقعتهم بدقيق وملح وليمون وخل، وسبتهم بتاع يجي ساعتين او 3 ساعات منقوعين. وقمت بقى ماسكاهم بقى بشرة بصلاية كبيرة وطماطمتين، وحطيت فلفل اسود وورق لوري وحبهان، وحطيت كل حاجة، ورحت متبناهم كده وحطيتهم نزلت بهم بقى في المية اللي بتغلي. عايزه اقول لكم ان البط بالذات لما تيجي تعمليه لازم يتنقع ساعه او ساعتين او من قبلها بيوم بالليل. تروحي غسله كويسه كده ونقعه نقعه حلوه عشان مبقاش زفر منك. وقلت بقى اما اعمل المحشي، كان ساعتها كده كان كنت بقى كان النور بقى كل شويه يقطع. الفيديو ده بقاله كام يوم كده، النور بقاله كام يوم ميقطعش. بقاله كام يوم ما بيقطعش، بس كان يومها كل شويه يقطع. عملت كده التسبيكه وقلبت المحشي وحطيت بقى الزيت كده وهقعد احشي. بصراحه كان البط جميل جميل. كنت بوريهولكوا بعد شويه كده. بصوا احنا ما بنحبش الجناحات بتاعه البط، فانا لما باجي اغسل البط بشيل الجناحات بقطعها وبرميها بصراحه، لان احنا ما بنحبش الجناحات بتاعه البط. لما بحطها في البط هما بيقرفوا منها اصلا وبنرميها، ما بنحبهاش. عملت الكوسه البتنجان مرضتش اكتر، لان لما بعمل الكوسه بتنجان كتير احنا ملناش تقول عليها قوي بنرميه. كانوا الكرنبايه صغننه خالص، وحشيته اهوت بصوا. وخلصت كده وغرفت بس ليانا وننسى عشان ما حدش كان راضي ياكل. عملت بطايه وغرفت محدش كان راضي ياكل، بس البط كان جميل جميل. جربوا الطريقه ديت واعملوا لايك للفيديو واشتراك عشان انزل لكم كل يوم فيديو ان شاء الله. والله المستعان.